السلام عليكم حبايب الغاليين. في ناس تانية أول ما تبدأ تحل وتلاقي فيه جملة صعبة الدنيا بتقف قدامها وبتتوتر، ويعني خلاص أنا الدنيا قفلت معايا. طب أعمل إيه؟ أول حاجة، حضرتك اتوترت ليه؟ جملة صعبة طبيعي جدا يعني. طب لو اتوترت إيه اللي هيحصل؟ أنت بتحكم على نفسك إن أنت بقية الامتحان هتحله غلط. حتى لو هتيجي تحله هتحله وأنت مسكون توتر وقلق وخوف إن أنت تغلط برضه. لا، اسهل طريقه عشان تتغلب على القلق ده، صلي على النبي شويه، استغفر شويه. طب هتعمل ايه تاني؟ هتروح واخد عينيك وباصص لحته تانية خالص. افصل كهرباء، بص في اي حته تانية خالص، ركز معاها ثواني، وبعد كده ارجع تاني بص على بقيه الاسئله، وسيب السؤال الصعب شويه اللي فيه تفكير شويه، قول له بينا معركه في الاخر يا سؤال يا صعب، وهحلك برضو بكل هدوء، علشان انا رزق عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا مجرد فاتوا منه ما استطعتم، انا مجرد بعمل اللي عليا. لكن يا ترى هجيب درجه ايه؟ ما اعرفش نظام التصحيح. يا ترى هدخل كليه ايه؟ ما اعرفش رزق عند ربنا ايه. يا ترى بعد كده الكليه دي هتجيب لي فلوس وارتاح فيها وهلاقي فيها نفسي ولا لا؟ كل ده علم في علم الغيب. ما نتوترش خالص. لو سؤال صعب نفصل الكهرباء، نبص في حته تانية خالص، نغير الجو، نغير المود. محتاجين لو سؤال صعب نركنه على جنب ونعلم جنبه للاخر، علشان نعرف نحل بقيه الامتحان بقوه، بعيد عن التوتر والشحن، وبعيد عن الخوف والقلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.